السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الوصفة دي انا ندمانة جدا اني ما عملتهاش من زمان الصراحة. طعمها كان خطير جدا. الكنافة بالقشطة بطريقة جدا سهلة، طعمها تحفة الصراحة، جدا 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 فوق ما تتخيلوا. جربوها يا جماعة، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، والله مش هتندموا ابدا. طريقتها سهلة جدا وجميلة. نبتدي اول حاجة بالشربات بتاعنا، عشان احنا الشربات عايزينه بارد. شربات الكنافة بيكون تقيل. هحط كوبايتين سكر عليها كوباية مية. أنا بنزل المية في قلب السكر عشان خاطر السكر ما يطلعش على الكازارولا ويسكر معايا ويعمل حبيبات سكر كده. هبتدي إن أنا أقلب بعيد خالص عن النار، بعيد، هقلب بالراحة خالص عشان برضو السكر ما يطلعش تاني على الأطراف. هقلب السكر كده شوية صغيرين، وبعد كده هرجع ارفعه على النار، والنار هتدوب السكر خالص. لما اقلبه شوية صغيرين كده هحطه على نار متوسطة لمدة تقريبا ربع ساعة. اول ما تبتدي المية تغلي معايا هعصر عصير ليمونة، نص ليمونة، وهسيبه براحته خالص يتقل. انا عايزاه شربات تقيل، شربات الكنافة بيكون تقيل. وهسيبه تقريبا ربع ساعة. هوريكوا شكله لما يبدأ يتقل معايا. هو هنا لسه ما تقلش، لسه شوية. انا سبته على نار هادية خالص لحد ما تقل معايا. هو ده شكله كده لما تقل. هبتدي اجهز بقى تاني حاجة اللي هي القشطة، علشان برضو عايزاها باردة. دول 3 معالق كبار نشا على نص كيلو لبن ساقع. اللبن بتاعي يكون ساقع علشان خاطر النشا بتاعتي ما تكلكعش معاه. اللبن طبعا بالقشطة بتاعته بخيره بكل حاجة. هقلبه بعيد على النار عشان لحد ما النشا تدوب معايا. هبتدي ادوب النشا كويس خالص في قلب اللبن. هبتدي ان انا انزل قشطة. دي معلقتين كبار قشطة هحطهم برضو في قلب اللبن، وهبتدي ان انا اقلب تاني. اللبن كده فيه الخير بتاعه القشطة بتاعته، وهحط كمان معلقتين كبار قشطة. عايزة تزودي قشطة مفيش مشاكل، بس معلقتين كبار كانوا كويسين جدا. انا هرفع اللبن بتاعي على النار، هبتدي اقلب باستمرار خالص عشان خاطر يكون النشا بتاعتي ما تكلكعش معايا. وطول ما انا ايدي فيه كل ما هو هيتقل، طول ما هو بيسخن طول ما هو بيتقل. انا هبتدي اقلب تقريبا 5 دقايق على النار لحد ما ياخد السمك بتاعه المظبوط. شايفينها تقلت ازاي خالص النشا. انا هقلب كده وخلاص. هو كده اخد تقريبا القوام المظبوط بتاعه. لما يبرد هيتقل اكتر من كده كمان. شايفين شكله؟ ولما بيبرد بيتقل تاني. وهبتدي ان انا اجهز الكنافة بتاعتي. انا جايبة الكنافة دي متلجة متفرزة، كانت محطوطة في الفريزر عشان انا كنت جايباها طازة، فهي حطيتها في الفريزر حوالي 3 ساعات. وهبتدي ان انا اقطعها. لو هي مش يعني لو صبحة حطيها في الفريزر بس 3-4 ساعات كده تجمد معاكي عشان تبقى سهلة في التكسير. انا كسرتها فتافيت صغيرة خالص. اهم حاجة لما تتكسر الكنافة دي هتبقى سهلة في التشكيل. شايفين هو ده شكلها. انا كسرتها. ودول معلقتين كبار سكر بودرة، وربع مج سمنة سايحة. هبتدي ان انا اقلبهم في بعض واخلي الكنافة تشرب كويس جدا جدا السمنة بتاعتي. الكنافة طبعا بتحب السمنة زي ما احنا عارفين. هقعد اقلبها كويس خالص الكنافة مع السمنة. ولما اتأكد ان الكنافة شربت خالص من السمنة، هبقى كده انا اتأكدت ان هي هتمسك معايا وهتبقى سهلة في التشكيل معايا. السمنة اللي هتخليها ماسكة في بعضها وماسكة القوام، والسكر البودرة هيخليها تاخد اللون الأحمر جميل جدا. أنا بقلبها كويس خالص في قلب السمنة. هبتدي بقى ان انا اشكلها.
أنا جبت طبعا ده المتوفر عندك بقى، في بيعملوها بفنجان، دي أنا عندي ده كوباية كبيرة شوية عشان أنا كنت حابة البولة تبقى كبيرة. طبعا أنا دهنت الصينية بتاعتي سمنة. هبتدي إن أنا أغلف الكوباية أو الفنجان بستريتش راب، هغلفها كويس عشان أعرف أطلع البولة كويس من قلب الفنجان. أنا بطلع الكنافة على الحواف، بطلعها خالص لحد فوق، وببطن كده الكوباية بيها زي ما قلنا. الحجم بقى ده بتاعك انت، عايزة تعمليها في كوباية كده، في بولة، في فنجان قهوة صغير، فنجان شاي كبير شوية، على حسب ما انت عايزة البولة حجمها قد ايه. بس انا الصراحة كانت الحجم ده عجبني جدا، كويسة عشان القشطة برضو تبقى محطوطة في النص. طبعا القشطة كميتها على حسب ما انت عايزة تكتري قشطة حطي، انا مش بحبها كتيرة جدا فحطيت بس كمية قليلة. شايفين انا بضغط على الكنافة بايديا كده، ببطن من تحت ومن على الاطراف، وطلعت الكنافة لحد فوق، عمالة اضغط فيها جامد علشان تمسك معايا وتتشكل. شايفين سمكها؟ انا حطيت صباعي كده عشان اوريكم العمق بتاعها. هبتدي ان انا اضغط عشان خاطر اسويها بس من فوق. نحشي بقى القشطة بتاعتنا الكمية اللي انت عايزاها، على حسب طبعا الحاجات دي على حسب الذوق. انا هحط تقريبا معلقتين، هرجع اغطي تاني القشطة بتاعتي بكنافة وهضغط بالراحة، بس لازم اضغط عشان خاطر اتأكد انها اتضغطت كويس وما تفكش مني. انا هحطها واسويها، اعليها لحد اخر الطبق الكوباية بتاعتي. شايفين؟ هتطلع بقى بالاستريتش سهلة جدا. مش هتفك معانا خالص، هي كده السمنة مخلية الكنافة تبقى ماسكة في بعضها، مش هتفك منك، مستحيل هتفك. شايفين شكلها؟ شايفين؟ ما شاء الله حلوة جدا. انا حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180. هطلعها وهي سخنة، اسقيها بالشربات التقيل البارد بتاعنا. شايفين الشربات؟ لا سكر معايا، مقاومه مظبوط جدا، كانت فظيعة، طعمها تحفة. اعملوها يا جماعة على طريقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس يوصلكوا كل وصفاتي وكل جديد، وشوفوها هتعجبكم جدا. جميلة جميلة. لو القشطة بتعملوا كنافة بالقشطة العادية، جربوها بالطريقة دي هتكون أحسن وأخف. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، الله أكبر، ماسكة نفسها جدا، ما فكتش لا في الفرن ولا فكت في حاجة. ده بسبب ان الكنافة كانت متقطعة صغير جدا، والسمنة كانت كويسة، مقاديرها كانت كويسة، ماسكة نفسها. شايفين ما شاء الله طرية ازاي؟ القشطة شايفينها بيضة وحلوة ازاي؟ طعمها جميل جدا. اعملوها مش هتندموا خالص. لو انتوا بتعملوها على طول بالطريقة العادية اللي هي الكنافة بالقشطة، اعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. شايفين شكلها؟ ما شاء الله. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وهسيبكم مع الصور، والسلام عليكم ورحمة الله.